عيد فالنتاين دي. خد بالك يعني يقول لك شيخ محمود بيتكلم انجليزي. ما هو احد المشايخ بيسالوه هو تعلم اللغه الانجليزيه حرام؟ قال لهم نو. خد بالك شوف ايه، صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. مرة قابلت الشاب فلقيته راسم كده صورة، مش صورة، رمز كده معين على التيشيرت بتاعه. فبقول له ايه ده؟ قال لي مش عارف الشيخ ده ايه ده؟ قلت له لا ما اعرفش. قال لي ده كويبيد. قلت له ايه كويبيد ده؟ كويبيد حشر. قال لا ده اله الحب. قلت له اله الحب بقى ليه اله؟ قال لي احنا بنقلد مين يا جماعه؟ امراه اجنبيه في حوار معاها بتقول انا كان ليا حلمين في حياتي، الحلم الاولاني ان انا اتجوز، الحلم الثاني ان انا اخلف. الحمد لله انا حققت اول حلم الحمد لله، ولسه الثاني الحمد لله انا خلفت، ولسه ان انا عايز اتجوز ان شاء الله باذن الله. المشكلة ان احيانا الشيطان يلمس على بعض الشباب برضه مشاكل ثانيه. يعني يجي شاب يقول لي ايه والله انا كنت بحب واحده في اولى جامعه وربنا اكرمني انا وهي والتزمت، لكن لما التزمنا الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد، يقول وش ظهري كده يقول لي الحمد لله رب العالمين بقيت تعينها على طاعه ربنا وهي كمان تعين على طاعه ربنا. فبقول له ازاي؟ قال لي يعني مثلا بالليل كده بعت لها رساله ما تنسيش قيام الليل يا وزه، واخد بالك، صالح يوم الاثنين ما تنسيش قيام الاثنين يا بطه، واخد بالك، ويفضل بقى ما بين الوز والبط والموضوع يعني طبعا يعني سبحان الله. فهي كمان بقى تقوم تصلي قيام الليل وهي ساجده بقى يكون بيحبني يا رب وهي ساجده وبتبكي مش عارف ايه، ما شاء الله يعني القيام دي حاجه اخر فانتاستيك يعني، واخد بال حضرتك. وبعدين بقى يبتدي يسالها بقى ويشوف المساله هتسلك في موضوع الزواج ولا لا. هيبتدي يسالها انت برجك ايه؟ فتقول له مثلا برج مائي، يقول لها وانا برج ترابي، مائي مع ترابي هتبقى العيشه زي الفل يعني ان شاء الله. احد الشباب داخل على شاب وفتاه قاعدين مع بعض بيحبوا في بعض على النيل، فبيكلمهم، فالشاب قام قال له ايه اشمعنى انا؟ انت ترى بقى واحد يجي يكلمني النهارده. البنت قامت قايمه قالت له اصل انت فقر، اصل انا ما شفتش معاك غير الفقر، انا هسيبك واروح لمصطفى. مصطفى مين يا بنتي؟ تعالي انا سايبك ورايح على مصطفى. ايه يا عم مصطفى؟ يا عم ما تسيبها انت وتروح لربنا قبل ما تسيبك وتروح لمصطفى.